نعود مجددا في برنامجنا القاصح. عيش، شوف، اسمع أشنو واقع. لكن هذه المرة مع ضيف جديد بحلة جديدة، بحلة قد تكون حقوقية، قد تكون سياسية، قد تكون اجتماعية، مهم أنها تؤم المال العام ومآلاته. ترحبوا بالضيف ديالنا السي عبد الجبار فطيش، اللي هو غني عن التعريف بأزمور الوطن وبكونه الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. نحن نتتبع باهتمام كبير مجريات عمل هذه الهيئة المغربية التي نتتربع معاشها، ونود منكم في البداية أن تقدموا لنا كلمة أو بطاقة تعريفية لشخصكم وللهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. مرحبا سي عبد الجبار. عفوا كنشكر السي عبد الودود الإعلامي الأزموري الفنان مدير الزموري وغني عن التعريف، والأخ أزلو، وكنحيي برنامج القاصح، وأتشرف أن أكون ضيفا في حلقة القاصح. في البداية أنا هو الأمين العام ديال الهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام، هذه الهيئة التي اتخذ أعضاؤها على عاتقهم حماية الممتلكات والأموال العمومية، ورفع تقارير إلى جميع الجهات المختصة والمعنية فيما يتعلق بانتهاك حقوق ديال المال العام، منها تقارير إدارية ومنها تقارير ديال القضاء. وقد فعلت الهيئة ودلات بدلوها في هذا الموضوع هذا. لقيتها اللي أسسنا الهيئة المغربية لحماية الوطن والمال العام، أخذنا على العاتق ديالنا على أن جميع المغاربة، الناس العاديين، الناس اللي في الأسواق الأسبوعية وفي المناطق النائية، أنهم خصهم يوليو يتحدثوا ويدويو على المال العام. وهذا ما حققناه، أنها كانت هذه المؤسسة الحقوقية لها الآن تمثيلية في 12 جهة، وعدد تمثيلية فيما يفوق على 46 عمل وإقليمي. عدها ما يفوق، يعني ولات عندكم تقريبا شبه تغطية وطنية عامة. لا ماشي شبه تغطية، الشبه عندنا من طنجة الكبيرة. نحن الرائد في هذا المجال ديال حماية المال العام وبكل فخر. ما كاينش اللي كيخدم بحالنا حنايا في هذا المجال هذا وبكل فخر. وبالتالي أنا لا أقول عندنا تمثيلية في 12 جهة، بل في 13 جهة. ستستغربون ويستغرب المشاهدين الكرام ويقول كيفاش 13 جهة. كنقول المغاربة المقيمين بالخارج، لدينا مكاتب أيضا في طور التأسيس بأوروبا وأمريكا. هذا جميل، هذا يثلج الصدر. ما دامنا أن غادي الإنسان في واحد المسار اللي هو مسار يمهد لمؤسسة الديمقراطية المالية في المغرب، هذا من جهة. إذن هذا يمكن لك توضعنا في الصورة حول الاهتمامات ديال هذه الهيئة، كيفاش تتجلى؟ تتجلى في الدفاع عن المال العام. عندها في الأهداف ديالها 75% الدفاع عن الأموال والممتلكات والثروات الوطنية. نعم، هذه الممتلكات واش هذه الممتلكات فيها المآثر التاريخية، المآثر التاريخية، ثروات نقول المآثر كذلك الثروات الطبيعية كالملح، كالرمال، كالحصى، كعدة أشياء أخرى. يعني أنتم بهذا المفهوم أنكم تحاربون الريع في أثناء تدبير الموارد المالية. وكان هذا الشعار ديال المؤتمر ديالنا الأخير اللي قمنا هنا في مدينة أزمور، قلنا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية تحت بمحاربة اغتسال الريع نحقق العدالة الاجتماعية. هذا شيء جميل. إذا كيف تفعل هذه القرارات؟ يعني لو سويفي ديالكم كيفاش تفعلوا هذه القرارات؟ كنفعلوهم بالشكل الديمقراطي. دابا كتعرف هذا هو مكتب الأمانة العامة الآن اللي كتواجدوا فيه، هذا هو اللي كيسير المكاتب على الصعيد الوطني والدولي.
ملي كان عندنا لجنتين. الهيئة المغربية تشتغل بجناحين، كاين الجناح التقني والجناح القانوني. الجناح التقني عندنا لجنة تقنية كبيرة فيها مهندسون ديال الدولة، فيها الأعضاء ديالنا ومؤسسون معنا وأعضاء دائمين معنا. هاد المهندسون ديال الدولة هنا وقيته اللي كنلقاو شي خرق في شي صفقة من الصفقات العمومية اللي كتتعلق بشي مشروع من المشاريع اللي كتكون كتهم أحد المؤسسات كجماعة ترابية أو كذا، فيما يتعلق في إصلاح البنية التحتية أو ما شابه ذلك. عندنا الجناح التقني. الجناح التقني وهو مثابة خبراء تقنيون ومكاتب دراسات ومهندسون ومختصون في عدة مجالات. هذا هو الشق التقني. هذا الشق التقني هو اللي كيقول لنا هذا المشروع هذا راه ما مشاش طبقا اللي ما ينص عليه دفتر التحملات. هنايا ملي هاد الناس ملي كيحدوا لنا الاشكال القانوني في الكين، كنحيلوا على اللجنه القانونيه التي كتساعد السيد الامين العام في تأطير الشكايات. اللجنه القانونيه ايضا عندنا فيها خبراء وناس ديال القانون. نعم. اذا هذا يعني التدبير يعني هذا التدبير المعقلان كما سمعنا منكم في اطار ديال الدردشه وهذه، يعني واش هو تأطير مثلا كما قلتي لنا كاين جهات، كاين عملات، كاين مدن، كاين اقاليم الى غير ذلك. هذا التدبير ديالها مثلا باش يكون عندكم ان تكون ضوابط اللي هي معقوله، واش ما تتبعوش فيها ما تتنهجوش فيها نهج الاشاعه ولا نهج فواك صاحبي ولا نهج اشياء اللي تدخل في هذا الاطار. كيفاش يمكن لنا طرحتي سؤالين. السؤال الاول سؤال مرتبط بالثاني. مزيان جميل. الهيئة المغربية هيئة مصدرية، هي الوحيدة الهيئة الحقوقية في المغرب اللي تشتغل طبقا لمؤسسة النقيض. تشتغل كأنها مؤسسة المحاماة، كأنها تشتغل بهذا الأسلوب، تشتغل طبقا للمصادر. لأن الهيئات الحقوقية للأسف في المغرب وقع لهم خلط، ما بقيت تعرف لا نقابي ولا حقوقي. الكل يقوم كيدير الوقفات الاحتجاجية وسائل هذا الشكل النقابي. أنا جاي الشكل النقابي. أما نحن كنسهروا على الاشتغال ديالنا يكون مصدري. وهنا كنقول للإخوة الزملاء في المغرب، كنقول لهم خصكم ترفعوا من المستوى ديالكم، وعليكم أن تعلموا أن المؤسسة الحقوقية راها توأم ديال مؤسسة السيد النقيب ديال السادة المحامون. هي هذه من الملاحظات أن تيقولوا بأن هذه الجمعيات نتوما ديالكم، هذه الجمعيات هذه الهيئات وهذه الجمعيات وهذا تيقول لكم كتبتوا بزاف داخل المدن، بعض المدن اللي فيها كثرة ديال هذه الجمعيات. شنو السر في ذلك؟ مع انعدام تقديم انجازات اللي هي تتبان للناس. اش تقول السي عبد الجبار في هذا الكلام هذا؟ هذا الكلام كنقول صحيح، وللاسف ان هناك بعض الجهات اللي كتعمل على التمييع ديال المجال، كما فعلت المجال عندكم الصحفي والاعلامي، ميعوه واصبحوا كل من يهم ويدب انه يليج الى هذه المؤسسات لاجل التمييع ديالها. بالفعل بعد تأسيس الهيئة المغربية لحماية المطر والمال العام والضجة الحقوقية التي أحدثتها على الساحة الوطنية، هناك ظهروا واحد المجموعة ديال الجمعيات اللي تأسست. إلا أن الفرق بين المؤسسة عندنا وبين هذه الجمعيات، وإن كان حق تأسيس الجمعيات حق الجامع وحق دستوري، هو من حق الجامع أنه يفعل كذا. إلا أن الهيئة المغربية لحماية المطر والمال العام ممكن انك تسالني مثلا عن الحاصله. ليش هي الحاصله ديالكم؟ جايه ليه. اذا هذا السؤال انا مضطر اننا نجاوبوا عن بالحاصله. بطبيعه الحال عندنا الان ما يفوق على 364 ملف اللي معروض امام القضاء، وكاين في المحاكم الخمس. في المحاكم الخمس باش نوضعكم ونوضع المشاهدين الكرام، محاكم جرائم المال العام في المغرب كاينين 5 المحاكم كبرى. كاينه ديال الدار البيضاء، كاينه ديال مراكش، كاينه ديال طنجة، كاينه ديال فاس الى اخره وكذا، وديال الرباط. هاد المؤسسات، هاد المحاكم الكبرى
هما اللي واحد المجموعة ديال الجهات كتحاكم في هذه المحاكم. هاد 5 المحاكم عندنا فيها قضايا مهمة. الهيئة المغربية حركت الملفات اللي ما كانش شي حد كيقدر يستطع أنه يجبد بعض الأسماء، أما نحن زجينا بهم في السجن. عندنا منتخبون، عندنا رؤساء جماعات ترابية، عندنا برلمانيين، عندنا بالأخص في هذا المجال ديال تسيير الشأن العام اللي كيتعلق بتسيير الجماعات الترابية. كذلك اشتغلنا فيما يتعلق بالرياضة. قول سي عبد الجبار، اسمح لي على القطيعة، قول سي عبد الجبار، حنا كمتتبعين تلاحظوا بأن المنهج شادين بركية كل الأسامي فيها، يعني كيتعصى فين مشيتي تلقاه، يعني من شمال المغرب، من أدناه إلى أقصى، من الشمال إلى الجنوب، من الشرقي إلى غربي، ولكن تلقاو بأن هناك تسترات على هاد الناس وهادو. إذن واش كاين شي جهة اللي تتحمي هاد الناس؟ كتهضر تسترات من ناحية القضاء ولا من ناحية القضاء ولا غير القضاء؟ شوف نعم. من تجربتي ومن تجربة المؤسسة هذه وأتحدى أن القضاء عندنا في المغرب قضاء نزيه، قضاء لا كان عندك الدليل وكانت عندك الحجة وكتعرف ترافع وكتعرف تخدم الملفات ديالك، راه كيما يكون نوع ديال باباه واخا يكون وزير، كيما يكون نوع ديال باباه ويا يماه تزج به في السجن، لا خارق القانون ولا خالف القانون. إلا أن المجتمع المدني، العيب في المجتمع المدني، التستر يكون من المجتمع المدني. وداك السؤال اللي طرحتي قبيله ديال باك خوك با ولا صاحبي صاحبك وهذا صاحبنا وهذا ولد كيجينا وهذا الى اخره. وكذلك الاغراءات الماديه هي اللي لعبه هذا الدور الدنيء، هي اللي مخليه هاد العبث. نعم مخليه هاد الاشياء الصورات. نعم. اما لا عندك شي ملف. نعم. الان المغرب دوله الحق والقانون، لا عندك شي ملف كما يكون نوع ديالو ضد اي كان، والله ما تيتزج به داخل محاكم جرائم المال العام ويدخل باباه للسجون. سي عبد الجبار، نشكرك على هذه النقطة التوضيحية فيما يخص القضاء وفيما يخص المطالب القضائية. يعني نحن لا نشك في مسألة القضاء، تعرفتي بأن القضاء، لأن القضاء يعتمد على الدليل والبرهان، فإذا وجد الدليل بطل الإنكار وبطل الشك في المطلب. إذن بالنسبة لنا احنا شنو تنشوفوا؟ مثلا أنكم كهيئة وطنية اللي هي مصونة طرف القانون المغربي عند الحق في فتح ملفات اللي هي ملفات كبرى. ما تنشوفوش بأن مثلا أن كاين واحد جانب آخر اللي هو جانب مغفل، وهو الجانب الشق الاجتماعي والشق الإنساني داخل هذه الهيئة. بما تفسرون ذلك؟ واش يمكن أن هذه الأشياء تكون إضافة أو عبء جديد على هذه الهيئة، لأنكم تتصبحوا بهذا المفهوم أنتم لسان حق داخل مكان مظلم، أنتم هما ذاك النور اللي غادي يوضح لهذ الناس. مثلا لاحظينا مثلا غير على سبيل المثال مدينة صغيرة كأزمون، تلاحظوا بأن الاستفادات ديال الأشخاص اللي مستافدين في هذه المدينة تعد على رؤوس الأصابع. يعني تنعرفوا بأن راه كاينة مرونة في التعامل وكاينة، ولكن الشباب ديال هذه المدن يضيع لعدة أشياء. كيفاش يمكن لكم أننا تراهنوا على تنمية الفكر ديال هاد الشباب والدفع به إلى طلب أو تقديم طلب أو مطلب لاسترجاع الحقوق وليراها نورا أمام عين؟ هو السؤال طرحتي سؤال صعيب صراحة. حنايا كهيئة حقوقية مدافعة عن ممتلكات الأموال العمومية مثلا، الدور ديالنا واضح ومعروف. القانون الأساسي. لا، القانون الأساسي. نعم. وحتى في الساحة الحقوقية. لكن مثلا كيفاش أن الهيئة المغربية أنها تساهم بواحد الشكل
في المجال الاجتماعي، نحن نساهم بتخليق الحياة العامة فقط. نحن الدور ديالنا أخلاقي، وإن كنا نحن مؤسسة اجتماعية قبل أن نكون مؤسسة حقوقية، لكن الدور ديالنا يكون هنا في دور أخلاقي، أننا كيف كنقولوا حنايا كما مربينش كنربيو ولادنا. كاين بعض كاين المواطنين المدنيين وكاين المواطن المسؤول. نحن كنحميو الحقوق قدر المستطاع، قدر المستطاع. حنا ما عندناش خاتم سيدنا سليمان ولا عصا سيدنا موسى ولا مصباح علاء الدين، وانما قدر المستطاع كنحميو بعض الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه. وهنا الدور ديالنا كنقوموا به في حمايه الحق ديال المواطنين، اننا كنبلغوا، اننا كنقدموا شكايات، اننا كننبهوا الجهات المسؤوله والمعنيه، ثم اننا الصوت الصارخ في الاذان ديال المسؤولين. كاين واحد الصوت كيقول لا، ولاو كيقولوا هي شوفوا راه كاينين هيئات حمايه المال العام، ولاو كيقول لك عندك نتلاعبوا بالملفات، عندك تلاعبوا بالميزانيات، عندك نتلاعبوا بكذا. هي شوف هيئه اش دارت في الجامعه الفلانيه، شو دارت لفلان، شو دارت هنا، شو دارت هنا. اي اصبح واحد الصوت اخلاقي هنايا. نعم. هذا هو الدور اللي كنقوموا به. في موضوع مثلا على سبيل المثال مثلا الدور الشق الاجتماعي وهذا، اننا حنايا ينقصر الدور ديالنا هنايا، كنقوموا بالاخلاق، نحاولوا نخلقوا الحياه العامه فقط، لاننا حنايا ماشي مؤسسه اجتماعيه 100% كنقوموا مثلا بالتوسيع المؤمن والتوسيع كذا، واننا كنحصلوا على الدعم ونحصلوا على شنو هو ونديروا مشاريع. انتم ما تستفيدوش نهائيا. حنا راس المال ديالنا الورقه والقلم. يعني ما فيش استفاده بالنسبه للهيئه، استفاده ماديه من جهات معينه. لا، الاستفاده كتلقانا الدعم كبقيه الهيئات الحقوقيه، ولكن الدعم محدد في العمل اللي كنقوم به. كل واحد تيتجازى على حساب ما قدم. دابا حنا هيئه شريعيه غادي ندعاون، حنا كنديرو كنمشيو للمحكمه يدعيكم حدث خويا درنا الفلتر مرحبا. ولكن اللحظه للحد الان الحمد لله ان الهيئه المغربيه معمره خطات باش ينوض شي حد يقوم باش يعوض الدار. تنعرفوا بان المغرب بالخصوص كان البلد الصباح في العالم العربي وربما في العالم كامل بإحداث مجلس أعلى للحسابات. تنعرفوا بأن في الدول اللي تحترم نفسها بأن مالية الدول وحسابات الدول تضبطها وزارة المالية إذا كان الصدق في هذه المسائل. أما حنا يعني بحال تجاوزنا هذا الحد الأدنى اللي واقفة عليه المنظومة العالمية، ودزنا الشق الثاني أننا خصصنا واحد المجلس الأعلى للحسابات اللي تيرفع رأسو السيد إدريس الجبار. هذا مزيان، لكن هذه القرارات اللي تتخذ من طرف المجلس الأعلى للحسابات محاسبة الكاسبين، انتم الدور ديالكم تمشيو على نفس النهج ديالو فيه. إذا علاش ما ديروش يد في يد؟ يعني أن ديروا يد في يد مع المجلس الأعلى للحسابات، تكونوا نتوما أول الناس اللي تيوضحوا الطريق، لأنكم تتعرفوا هاد المفسدين اللي تيوضحوا الطريق الأصوب من أجل تصويب واحد السهم لجهة معينة وكيفاش تتم العملية ديال التنفيذ. بالفعل هذا ما نحن نقوم به، هذا هو الدور ديالنا. عندما قلت لك في بداية اللقاء ديالنا هذا أننا نرفع تقارير وشكايات إدارية وأخرى للقضاء. الشكايات الإدارية والجهات المختصة، كاينين دابا الهيئة المغربية وقيت يكون عندها واحد الشك في واحد مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، أنها تشك في ميزانية أو في شي مشروع من المشاريع ديال إحدى الجامعات الترابية، وعندنا شك
وهي اللي هضرتي عليه قبيله وقلتي واش كاين الاشاعات وعلى اننا نخاف اننا نقع في الخطا ديال الوشايه الكاذبه ونظن نرفعوا شكايه ضد الناس ظلما وبهتانا وعلى انهم قادمون من بعد يرفعوا ضدنا شكايات ديال الوشايه الكاذبه. هنا نلجا الى المجلس الجهوي واحيانا الى المجلس المركزي للحسابات، نضع التقارير ونقدم منه نطلبوا ملتمسات ونطلبوا منه الخروج الى المؤسسه الفلانيه لاجل تفحص ماليتها او المشروع او الصفقه رقم كذا كذا. هنا نلجا اليها وكما فعلنا في عده جماعات ترابيه ومؤسسات وطنيه قد فعلنا هذا. وكاين بعض الملفات اللي الان كاينه في القضاء بفضل التقرير ديالنا اللي قدمناه للمجالس الجهويه للحسابات وانها بالفعل خرجات، وكنقدموا حتى سميتها المفتشيه العامه بوزاره الداخليه كنقدموا شكايه، وملي كنقدموا هذه الشكايه الى هاد الناس المختصه، هاد الجهات المختصه حتى هي تقوم في الدور ديال الرقابه والدور ديال تفحص الماليات كذاك الدور الذي يقوم به المجلس الجهوي للحسابات. الاخرين موظفين بوزاره الداخليه مختصين والاخرين قضاة. تلاحظوا بان مثلا الصيت ديالكم داخل الاقليم الجديده بالخطوط والدفاع ديالكم عن المال العام بهذا الاقليم كانت النتيجه ديالو قضبان السجن لاحد المتلاعبين بالمال العام للاقليم الجديده. واش نتوما تشوفوا بان هذا الشخص معين لا داعي لذكر اسمه هو الوحيد اللي ناهب المال العام داخل هذا الاقليم؟ واش الجماعات الاخرى ترابيه ديال الاقليم تنعرفوا ديالنا كثيره واش واحد التسلل ديال المال العام نهب المال العام؟ علاش بالضبط اننا نركزوا على الحواضر الكبرى ونساو مثلا الجماعات اللي هي متوسطه وفقيره وهذه وغنيه في نفس الوقت، وكاين الجماعات اللي هي غنيه؟ هل من تفسير لذلك؟ وهذا ما يرتكز عليه هذا الاقليم يرتكز على الصعيد الوطني يا سيدي الدكتور. مثلا هناك مثلا ملي تنعملوا على ان كما قلتي سبق وقلتي في الكلمه ديالك لاننا وقعنا عده اشخاص داخل السجن نتيجه لنهب المال العام. إذا هذا المرض ديالو وهذا يشهد به الجميع لكن ما يعرفوا هذه المسألة أكثر. واش ما كاينش شي تحريات اللي هي جديدة لتأثير فضول ديال هاد المتتبعين لهيئتكم الموقعة؟ الهيئة المغربية لم تقتصر على الاشتغال على جماعة جديدة أو إقليم جديدة فحسب، هذا قلنا، وإنما اشتغلت في إقليم سيدي بنور ووضعت ما يفوق على 3 شكايات ل3 جماعات ترابية، بعضها الآن في البحث وبعضها متوقف بكون أننا جاءت الجائحة حالة بينهما. أنا عدة ملفات الآن متوقفة بسبب الجائحة. كذلك إقليم الجديدة اشتغلنا على ما يفوق على 5 جماعات ترابية من غير جماعة الجديدة، جماعات ترابية بعضها قروي كما هو قروي مابقاتش ولا كيقولوا جماعات ترابية، ولكن للتوضيح بعضها قروية وأخرى كنقولوا بلديات. لا قد اشتغلت الهيئة المغربية حماية الوطن المنعم في هذا الخصوص، وحتى النصيب ديال مدينة أزمور أن الهيئة المغربية اشتغلت فيما يتعلق بمدينة أزمور. هذا هو الطرح الجديد اللي بغيت نطرح عليك، مثلا بأن الحكم أن المركز ديال هذه الهيئة المغربية يتواجد في أزمور، يعني حين نقول أزمور تنقولوا سيدي حميدة سيدي علي، يعني أزمور والمحيط والدائرة، في حين أننا تنشوفوا واحد الظاهرة اللي هي غريبة جدا، وهي الظاهرة ديال الانسداد
الأفق ديال واد الأمراء المصب. المصب بالخصوص. وفيه في حين تلاحظوا بجوار هذا المصب تلاحظوا مئات الحافلات اللي تتحمل هذا الرمال وهذه، لا نحدد مصدرا ولا نحدد شخصا، مئات يوميا تتمشي، ما تتعود بالنفع لا على الميزانيه ديال أزمور لا على ميزانيه ديال سيدياني. إذا هو أي تسيب بعد هذا في نظركم؟ الهيئة المغربية لحماية الوطن والمناخ، قلت لك حتى من تزمور لها نصيب في اشتغال الهيئة. الهيئة المغربية رفعت تقارير وشكايات إدارية إلى عدة جهات مسؤولة ومعنية تتعلق بمدينة تزمور وأخرى للقضاء، وهذا في البرنامج الحقوقي كانت صدرت في الهيئة المغربية 2019-2020. إلا أن للأسف الشديد كتعرف الجائحة والحجر الصحي الدار في مارس، أي أن السنة الحقوقية كلها مشات، وأن البرنامج ديال 2019-2020 هو أول آن اللي غادي تخدموا الهيئة المغربية في هذا البرنامج الحقوقي 2020-2021 إن شاء الله الرحمن الرحيم، في موضوع ديال نهر أم راعي والمقاطع المجاورة. الهيئة المغربية لها الفضل في إقفال ما يفوق على 17 مقلع كان عشوائي، وراسلة السيد مقالع صغيرة ديال السيارة، ولكن هي الهيئة الوحيدة التي قامت بهذا الدور. وكتعرف أنني كنعرف أن الهيئة المغربية كلها الفضل في إقفال 17 مقلع عشوائي غير نظامي كان هنايا بالمنطقة. وكانت الاستجابة ديال السيد العميد صاحب الجلالة أحمد البروج أنه استجاب للشكاية الهيئة المغربية وقام بدور جبار في هذا المجال.